اسمع، ما تعدي الزاد حقنا دي عندك. طيب تمام ان شاء الله، هذا الاسبوع انا عاد احاسبك. اقسم بالله لو ما ادي الزاد حقي اني لا اجي اضربك واحبسك، ما عاد تزيد تخرج. ما عبش داعي تحبسني ولا شيء، ان شاء الله بكره بعدها استلم حواله ويوقع لي فلوس ودي حقك ولا يهمك. جنان والمقوت هذا قد شغلني ليل نهار الشي زلط، باقي يجيني للبيت. من هو هذا المقوت؟ اخي المقوت بسام. بسام؟ ما صرت تتكلم من عند هذا المجرم؟ هذا مجرم. يا اخي ايش دراني والله اني قد ودفت. انا اعرف مره واحد تدين من عنده وما رضيش يدي الدين حقه، سرى للبيت ضربه ورجع خرج الجنبيه وطعنه طعنه لو ما مات ورجع ايش عمل؟ خرج الخنجر. ايش عمل بالخنجر؟ قلع عيونه هكذا، خزقهن وقلعهن. خزق عيونه وعاد وزاد شله الزراديه. ايوه ونتف اسنانه على سن نتف هكذا ولا عاد بقى لا سنه. يا ساتر. وايش زاد عمل؟ ايش شل الموس. موس؟ ايش؟ قطع لسانه؟ ماشي، حلق شنبه. ايوه ورجع قطع لسانه. يا اخي ايش القصه الرعب حقك هذه يا اخي؟ ايش القصه الشنيعه؟ هذا الرجال مجرم. كملتني فجايع انت، كملتني فجايع. لحظه عاد باقي. شط بطنه شطها الله، وخرج الكليتين حقه وصار باعهن ودفع ديته. والله المقوت هذا مجرم وخطير وذكي في نفس الوقت. اقسم أيوة. بالله انا ان شاء الله بكره اصير ادبر اصير هنا البيت ضروري. اي حاجه احاسبه. ماذا في المقوت شكله يا الله. سر افتح. شفت انا وانت. سر افتح. انا لا ما يجي صح. سر بسر من يا الله. مان ابن عمك ابن عمك. الحمد لله. اهلا يا ابن عمي. اهلا كيف اهلا وسهلا. حياك وحيا الله من جاء. الله يحييك. تفضل ادخل. حياك يا ابن عمي. حياك الله يحييك يا ابن عمي. الله يحييك. ايوه ما قلت لي كيف البلاد؟ اقسم بالله البلاد نعمه خضراء والدنيا نعمه لها الحمد. بعدين ما لكم ما تخزنوا اين القات هنا لا احنا والله الدنيا حرف، ما بش حق القات الصدق. لك يا ابن عمي الدنيا حرف القات بوريه. بعدين انا قد جيت من البلاد عاني علامي تخزن من حق صنعاء. القات حق صنعاء من هنا اما بين طعم وكيف. سابرها خزن وكيف وافتهن. سابر قلت لك در لا بعدين. لا احنا نخزن بعدين. يا ابن عمي قلت لك در. لا بخزن بعدين، خزن بس انت الحين. يلا سابر انا استاذنكم بس 5 دقائق ادخل على الواتساب ارد الرسائل على الواتساب وافعل حاله وبصير الحالات حق الخبريه قد لي من الخيرات وادخل افعل منشور في الفيسبوك. وادخل ابصر في الفيسبوك من طلبني صداقه، من فعل اعجاب، من علق، ومن ايوه ابصر التعليقات حق المنشور حقي الاول. يا ابن عمي التطبيقات هذه هم فعلوها تسليه، مش انه دوام. هذا مش دوام. نعم ما درك بالبلايستيشن ميديا. بلايستيشن ميديا هذا بلايستيشن ميديا هذا مشهور عبر العالم. انت فين انت راقد فين؟ سابر يلا كذاك اخبرها. ما شاء الله عليك كذاك فاهم احسن مني. يلا انا استاذن غير لها 5 دقائق ادخل بصير الحالات وهذا. سابر خذ راحتك يا باسم. احنا نشتي قادر ونخزن عندنا ضيف. يا اخي عبده هذا نبل. اذا ما فعل لك شي لايك امانه ارجع ادخل لها صفحته واسحب اللايك حقك. اسحبها من عنده يا اخي. هذا ندل هذا ما يتجملش ولا. ايوه اسمع ابن خالي، انا بين شاهد الحالات حقتك وانت ما بشاهد حقت الحالات لنمه عليها الحرام. انت الحين ما ادخل اشاهد الحالة حقك. الخبرة حقي كلهم بيدخلوا يشاهدوا الحالات حقتي الا انت ما يقولوا لك ادخل شاهد حق الحالات تفضل هي.
ماشي مني هذا. رد عليه يا جنة ما عاد ارجع علي. رد عليه أحسن لا يجي لها نمت اليوم صار لهذاك لبيته وضربه وخرج الجندي أمان وطعنه. يا أخي خلاص بس خلاص أنا عاد أرد عليها. ارحمنا القصة حقك هذا. الو يا أخي إن شاء الله بكرة وزات حقك عندك. لا انا ما اتصلت لك على هذا الموضوع. طيب كان ليش اتصلت؟ ما بلا واحد رعوي جاء شل مني قات وما حاسب. طيب ايش؟ تشي تضيفها على حسابي ولا كيف؟ يا اخي ما ينفع والله نقد انا مديون قلب انا هم اللي عندي. لا بس انا قال لي الولد انه دخل العماره حقكم وانا اتصلت لك ايش اعرف له هو يقرب لك ولا انت تعرفه؟ دخل العماره حقنا؟ لا ما اعرفش. طيب انا اشتيك سيب تدور له في العماره تسال علي في كل شقه. ايش اللي يصير ادور له في كل شقه؟ يا رجال انا عندي ضيف. مع السلامه. يا اخي هو لابس شال ازرق وكوت ازرق. ما لك يا عم منور؟ داري اليوم جمعه وبعدين الناس خيرت بيلبسوا كوت ازرق وشال ازرق يعني. وعاد وزيد لابس بيجامه صفراء. يا رجال هذا الايام الدنيا حما ما انه بيلبس بيجامه صفراء. الحين معقول يطلع ابن عمي سارق؟ قد المواصفات كاملة ما عاد باقي. والله طيب والله لو الله اعلم يعني لو يعرف انه عندي ايش بيفعل بلا. وانا كذا انا خايف الحين كيف نفعل؟ ما بلا تقول له ولا ارجع يفعل بنا مع هذاك الرجال اللي تدين منه وسهر له بيته وضربه وخرج الجندي وطعنه. يا اخي خلاص انت خلاص بتجي تحكي لي القصه الشنيعه هذه. خلاص يا اخي. طيب يا عم بسام يعني عاد باقي اماريه ثانيه غير البيجامه؟ ماشي ما عبش. ولا كانوا بيسمع اغنيه هيفا وهبي. هي شوف الحمد لله ابن عمي هو جاي من البلد ما بيسمعش هيفا وهبي ولا حاجه. ما يسمعش هيفا وهبي ما يعرف فاش. اسمعني ما يعرف. سير بعد السماعه واسمع يلا يا اخي ما يعرف فاش. يا اخي سير اسمع مدرك هو بيسمع. انا داري انت لو تقول له ايش هيفا وهبي يقول لك انه علاج. سير جرب سير. ليك الواوا بوس الواوا خلي الواوا يصح لما دست الواوا شلته صار الواوا بح. مالك ابن عمي؟ ها ولا شي بس ليش بتسمع هيفا وهبي ليش؟ هيفا وهبي هذه الفنانة المفضلة عندي. خسارة انت لو كنت بتسمع نجوى كرم كان يمكن تعيش لك يومين زيادة. بس ذي الحين شكلنا على الموت كلنا خلاص. هذا شكل ما خزج. طلعت هيفا وهبي. والله ان احنا ودفنا مثل هذاك الرجال اللي اتدقل منه وما رضيش يرد الدين وصار له للبيت وضربه وخرج الجندي. يا اخي خلاص يا اخي ارحمني انت والقصة هذه يا اخي كذا انا حافظ لها خلاص مش كل شوية تذكرني. الحين ما معنا الا حل واحد. نحن نكذب عليه ونقول انه ما هوش عندنا. ماشي انت تكذب عليه. سمع واحد كذب عليه وصار له للبيت وضربه وخرج الجندي وطعنه. يا اخي خلاص سجرب سأله إذا بهذا ثاني على الله. طيب يا عم بس في معك دليل ثاني يعني لأنه أنت داري هذا الأيام الناس الشباب في مراهقين خيرات وبيسمعوا هيفا وهبي. أيوة جني شلو هذا اليوم. يا رجال لا تقول هكذا وبعدين هي علاقية سهلة الدنيا سلامات مع حلقات. ماشي الزبون كان يقول هكذا جني شلو هذا اليوم جني شلو هذا القهر جني شلو هذا الدنيا. أهم شيء هو كان يواصل بيقول جني. هو بيقول هكذا.
جني يشلون احنا اول يوم هذا حتى في صنعاء والشبكة ضعيفة. ايوه اذا عندكم سمعت صوته. طيب تمام الله هو هي ما ذا الحين انا تاكدت، انا ذا الحين تاكدت، حتى انا ما كنت من اول ما كنتش متاكد. هي حكي يدي الزلط حكي ومسك لا يهرب وقطب. طيب الان بكلمه ولا يهمك الان. اسمع يا ابن عمي، انت شليت قات وما حاسبت المقوت؟ ماذا المقوت؟ المقوت اللي انت اشتريت منها القات، قال انك ما حاسبته. دي وانا جابر الدي. الو يا اخي انت شليت مني قات وما حاسبتنيش. يا اخي الله المستعان تقول ما حاسبتكش. هي تاكد انا طرحتها لك في العسي. اي العسيب يا اخي؟ الا الله اذا لقيته يا اخي صدق انا اسف والله ما انا داري ايش اقول لك. جني شلك انت والحس الذي معك. اخي هات يعني اسالك بالله، ركزت على الكوت والشال والبيجامه والاغنيه اللي بيسمعها وما ركزت انت رحلت الزلط؟ يا اخي انت تقطبني الزلط. الحمد لله. هذا صاحب البقالة هذا ايش يشتي؟ الو يا اخي بالزمن عندي باكت سيجاره وما حاسبنيش، وود قال لي ادخل عندكم العماره. واحد شل باكت سيجاره وما حاسبك؟ ايوه. وبس في هذا الفيديو، اتمنى الفيديو عجبكم. لا تنسوا تسوي لايك اذا جديد، اشترك في القناه، ولا تنسوا ما تحملوا تطبيق 360 فيوز، بحط لكم الرابط في الوصف. ومع الله حبيبي، اذا وصلت لهذا الثانيه فاعرف انك احسن واحد في العالم.